السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيباتي؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب يجعل أيامكم كلها خير وسعادة وهنا، اللهم آمين. نبدأ بسم الله ونتوكل عليه جل علاه. في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله هتكلم معاكم شوية عن تنظيم الميزانية وإزاي بنظم ميزانيتي وبالظبط بعمل إيه وكل التفاصيل بتاعة الميزانية بتاعتي، وهعلمك إزاي تعملي الميزانية بتاعتك أنت كمان وتبقي أستاذة فيها وشاطرة، ما تحتاجيش حتى إن حد يعملك ميزانية. يعني هتحتاجي مثلا واحدة تاخدي منها أفكار، معلومات، نصايح، بس انت بنفسك اللي هتدبري ميزانيتك، هتعرفي تنظمي مصروف بيتك وتحوشي منه كمان. بس في الاول حابة اشكركم جدا جدا على تفاعلكم معايا على الفيديو اللي فات وعلى ارائكم اللي فادتني جدا على المكرونة، وقلتولي اتصرف فيها ازاي. ان شاء الله هحاول استفيد من كل كلامكم واعمل حاجات بيها باذن الله زي ما قلتولي. تعالوا مع بعض نشوف انا عملت ايه في يومي في اليوم ده في بداية اليوم، ونتكلم مع بعض شوية عن تنظيم الميزانية زي ما قلت لكم. أول حاجة ده كان يوم قبل ما أنزل أشتري فيه حاجتي، فعملت يعني صورت الروتين كده وهو اتأجل شوية، بس مش يعني لما جه الأوان نزل. في الحقيقة ده كان لبن عندي وبصي زي ما انت شايفة كده، اللبن لما تجيبيه لازم تغليه كله على بعضه، يعني الإزازة تجيبيها تغليها كلها على بعضها، لأن احيانا بيكون اللبن بعد ما يتجمد تحسي ان هو بيفصل عن بعضه، بس بعد كده لما بيرجع تفكيه على النار وتغليه بيرجع تاني لبن عادي جدا. فما تقلقيش خالص انك تجيبي لبن وتفرزيه في الفريزر، بس الكيس على بعضه اغليه، الازازة كلها على بعضها اغليها. وبعد لو عايزة كمية، لو هي كمية كبيرة وعايزة بعد ما تغليها تقسميها عادي قسميها، بس برضو لما تطلعيها بعد كده اغليها تاني، علشان طبعا هي جوه الفريزر بتفصل، تحسي ان المية عملت تلج لوحدها وخير اللبن راح في جزء لوحده. بحب كده كل اول شهر اسيح، لو عندي سمنة زبدة اسيح الكمية، يشوفها بقى هتقضيني قد ايه، شهر، شهر وشوية، يعني شهر واسبوع على حسب ما تقضيني، وبعد كده ارجع اسيح جزء بجزء تاني. كمان انتوا عارفين ما كنتش غسلت السجاد خالص حتى على العيد، كان عندي الامتحانات، وبعد ما خلص العيد يعني ما خلصت الامتحانات، الظروف بقى اللي حصلت عندي في العيد وكده، مش عايزة اكلمكم عن الموضوع تاني، دعواتكم بس بالرحمة لزوجي وكل امواتنا اللهم امين. قلنا بقى نغسل السجاد وكمان غسلناه الحمد لله، وكان فاضل المشايات اللي هي العتبات الصغيرة قلنا نعملها في اليوم ده، لاني كنت عاملة اكلة سهلة جدا بحبها وبيحبها الولاد وكلنا كنا بنحبها الصراحة، اللي هي البورمة او صينية الخضار. انا بعملها كلها ني في ني، يعني كل الخضار اللي عندي بحطه ني في ني مع البصل والطماطم، جزر، بزلة، فاصوليا، بصي كل الخضار اللي انت بقى بتحبيه بحطه كله مع بعضه. وكمان اللحمة بحطها نية كمان، يعني مش بحطها مستوية، بحط لها ربع كوباية مية بس وبسويها، بقفلها كده بالورق الزبدة وبحط عليها الورق الفويل وبدخلها الفرن. بتاخد حوالي من ساعة ونص لساعتين على حسب سوى اللحمة، وانا عارفة طبعا اللحمة اللي انا بجيبها بتاخد وقت قد ايه وتستوي، بتطلع اللحمة مستوية تماما والخضار كمان مستوي خالص خالص، بتبقى اكلة حلوة قوي. كل اللي بتبلها بيه ملح وفلفل اسمر، عملتها معاكم قبل كده بس بقولها للناس اللي مش شفتهاش قبل. هسيبكم بقى مع النصايح والافكار والخطوات اللي بعمل بيها الميزانية بتاعتي. لو في اي سؤال او استفسار يا ريت اكتبيه في التعليقات تحت، ان شاء الله هرد عليكي. ولو اول مرة تشوفي القناة، انا فوزية ودي قناتي يوميات ونصايح فوزية، متنسيش تنوريني باشتراكك من الزرار اللي تحت الفيديو وتفعلي رمز الجرس، هيوصلك ان شاء الله حاجات حلوة كتير. دايما وقبل ما انزل علشان اجيب طلبات البيت وانظم مصروف الشهر بعمل جرد للبيت، ودي بتكون اول خطوة من خطوات تنظيم ميزانية البيت. يبقى نمرة واحد لازم تعملي جرد لكل حاجة
موجودة عندك، علشان تعرفي انتي عندك ايه وناقص ايه، والحاجات اللي عندك لازم تحطيها في اعتبارك ان انتي تستغليها. يعني ما ينفعش يبقى مركون عندك كيس دقيق مثلا بقاله شهرين 3 وانتي برضو سايباه مركون وما بتستغلهوش وما بتعمليش اي معجنات. ما ينفعش يبقى عندك كيس دقيق ذرة مثلا، شوية عدس مركونين. لازم تعرفي ايه اللي عندك بالظبط وتحطيه في المنيو بتاعك وانتي بتعملي اكل. تاني حاجة، بحدد انا عايزة ايه، وعلشان اعرف انا عايزة ايه لازم الاول اعمل شوية حاجات. لازم الاول اعمل منيو، اشوف الطلبات الاساسية للبيت، اشوف كمان طلبات الولاد. هنتكلم مع بعض بالظبط عن ازاي نعمل المنيو، وهقولك انا بنظمه ازاي، وهعمل لك منيو كده بسيط بشكل ازاي تعرفي كده بس منه ان انت تجيبي طلبات. اما الطلبات الاساسية للبيت فهي زي المنظفات، الخزين اللي هو الرز، المكرونة، إلخ 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 إلخ. الحاجات الأساسية اللي احنا دايما ما بنستغناش عنها. طلبات الولاد، الدروس، الكتب، كراسات، الباص بتاع المدرسة لو كنتي بتركبيهم باص. كمان لو حد منهم عاوزة تشتري له، أحيانا بنكون الهدوم، داخل علينا شتاء، داخل علينا عيد، داخل علينا رمضان، في طلبات كتير قوي بنكون ناويين نجيبها، لازم نعمل حسابها كل أول شهر وإحنا بنعملها. في حاجات مهمة قوي في الطلبات الأساسية لازم نحطها في اعتبارنا. الأدوية، لو كان في حد مريض لا قدر الله بأي مرض مزمن، يعني زي ضغط، سكر، حاجات من دي، لازم ان انت برضو تعملي حسابك فتجيبي لهم، تحطي مبلغ للأدوية من ضمن الحاجات الأساسية اللي انت بتجيبيها. الإيجار بتاع البيت، لو كنت عايشة في شقة إيجار، حتى لو عايشة في شقة تمليك، في شهرية البواب، الكهرباء، النور، كل المية، الغاز، النت، كل الحاجات دي طلبات أساسية لازم تطلعيها الأول من مصروف البيت. حاجات كتير. آخر حاجة ممكن تعمليها المنيو. المنيو، عايزة أقول لكم ان احنا اي حد باي دخل في الدنيا ممكن يعيش لو نظم نفسه. يعني اي اكله، لو مثلا نيجي نتكلم عن طاجن باميه، طاجن الباميه ده ممكن يكلف ناس 50 جنيه، وممكن يكلف ناس تانية 150 جنيه او 200 جنيه. طب ايه الفرق؟ الباميه وهي انا هجيبها هي وسعرها هو ولنفرض مثلا ان هو 40 جنيه. في ناس بقى ممكن تكتفي بالبامية وتعمل البامية كده ويكون عندها شوية شوربة تعمل بيهم البامية، وتعمل جنب منهم شوية رز، وتبقى أكلة جميلة وبألف هنا وشفا، والناس تحمد ربنا وتبوس إيديها وش وده. في حد تاني ممكن يجيب ربع كيلو لحمة، ممكن يجيبها بلدي وممكن يجيبها مجمدة، وساعتها هيفرق معاه الفرق في التكلفة بين السعر ده والسعر ده، هي اللي هتعلي تمن طاجن البامية. في واحدة تانية ممكن ما تجيبش ربع كيلو، ممكن تجيب كيلو كامل وتعمله على طاجن البامية. علشان كده زي ما بقول لكم، انتي الست الشاطرة هتعيش بأي دخل ممكن تعيش بيه، بس المهم حاجة مهمة جدا هي الرضا. الرضا ونحمد ربنا على اللي بيجيلنا. طيب برضو كل ده كلام وكلام انشا وانتي ما قلتلناش انتي هتعملي المنيو بتاعك ازاي. انا طول عمري بعمل المنيو بتاعي بالشكل ده. بقسم الشهر عندي لأربع أسابيع. الأول، تاني، تالت، الرابع. هنا مثلا السبت، الحد، الاثنين، التلات، الاربع، الخميس، الجمعة. كل الايام مش بتكون زي بعضها. في ايام ممكن انتي مثلا اجازتكوا الحد او اجازة زوجك الحد، فتحبي تعملي يوم الحد مثلا لحوم او فراخ، اسماك، زي بقى ما بتحبي. فهتعملي مثلا هنا هتقولي لحمة زائد خضار، مثلا هنا فرخة مسلوقة او فراخ مسلوقة، مثلا ممكن تقولي فراخ مشوية، هنا مثلا سمك. انا اكلت النهاردة لحمة وخضار، يبقى بكرة البواقي هكتر في الخضار شوية النهاردة وتاني يوم هكمل بيه.
طب انا واسرتي ما بتحبش تاكل الخضار بايت، يبقى هعمل النهارده صنف من غير، تاني يوم بقى هعمل صنف من غير لحوم علشان ميزانيتي تعدي. طب برضو نفس الحكايه، هنا عملت فراخ، يبقى تاني يوم مثلا ممكن اعمل مكرونه وبيض. طيب انا عملت سمك، فاقول يعني هنا ممكن مثلا نعمل فول مسقع وهكذا. طيب جيت هنا اليوم اللي قبل منه، كان يوم الجمعة مثلا، برضو بحب احط فيه لحوم علشان زوجي مثلا بيبقى موجود في البيت واجازة، فهحط هنا مثلا لحوم. يبقى اليوم اللي قبل منها او يوم السبت هقضيه بقى ايه، برضو بواقي، هقضيه كده. يعني هعمل يوم ويوم، يبقى يوم عندي يعني يوم فيه لحوم، اليوم اللي بعد منه من غير لحوم، اليوم اللي بعد منه هحط صنف. هنا عملت لحمة، يبقى اعمل هنا فراخ مثلا، يبقى هنا مثلا هعمل شاورما. يوم الخميس مثلا او يوم هنا هعمل كفتة مشوية. هعمل يوم التلات برضو هنا هاجي اعمل مثلا هقول هنا مثلا سمك في الاسبوع الرابع. هنا هعمل كبده اسكندراني وعيش وسلطه وكده. الخلاصه ان انا هعمل حسابي، مثلا هقول طيب انا هنا عملت لحمه، هنا كفته، هنا مثلا همبرجر، فيبقى انا محتاجه هنا ربع كيلو لحمه، ربع كيلو مفروم، وهنا كمان ربع كيلو مفروم. يبقى انا محتاجه مثلا نص كيلو لحمة مفرومة. هعد كام يوم أنا كتبته في المنيو لحمة، هقول عايزة كيلو لحمة قطع. هعد كام يوم أنا عملت فراخ، ممكن واحدة تكون هتعمل هنا نص فرخة، ممكن واحدة تكون هتعمل صدر بس، فأنا هعد هنا نص فرخة، هنا مثلا نص فرخة، هنا نص فرخة، هنا نص فرخة، يبقى أنا هشتري 2 فرخة. هشتري بانيه، فهجيب مثلا كيلو بانيه. عملت كم مرة سمك؟ عملت مثلا 4 مرات، يبقى أنا عايزة 2 كيلو سمك أو 2 كيلو ونص. هاجي أحسب حسبتي، هقول مثلا هنا اللحمة كلفتني مثلا 600 جنيه، الفراخ هتكلفني 400 جنيه. خلوا بالكم دي أرقام مقربة، يعني مش هي المظبوطة، لكن لو عايزيني أعمل لكم ميزانيات مظبوطة وبمنيو كامل قولوا لي في التعليقات وأنا أبقى أعمل لكم. هنا عايزة سمك، عايزة مثلا 200 جنيه، يبقى الحسبة كده 1200 جنيه. طب 1200 جنيه أنا أقدر على 1200 جنيه؟ لو أقدر عليهم والميزانية تمشي بيهم تمام، يبقى أنا كده عملت منيو صح وهشتغل بيه. لكن لو 1200 جنيه لا، أنا عايزة أخفض منهم 200 جنيه، أجي هنا على البند ده أشوف مثلا بند اللحوم كان ب600 جنيه، ممكن أخفض منه وأخليه 500 بس، وابتدي هنا أشوف أنا ممكن أي يوم من أيام الشهر أغير فيه وما أخليش فيه لحمة أو أقلل. كنت هجيب هنا نص لحمة أجيب 300 جرام بس، والمرة التانية أعملها ربع بس، ما أعملش 300 جرام حتى، أقطع اللحمة قطع صغيرة فتفرط معايا كتير وتقضي. على فكرة ده ينسون، اليانسون من الحاجات الحلوة قوي اللي ممكن تشربيها بالليل فتخليكي تنامي حلو. اليانسون من الحاجات اللي بتنيم، ولو حد ضغطه عالي يشرب ينسون برضو بيوطي الضغط كويس قوي. الحاجات دي كلها هي ده طريقة التفكير، ازاي اخلي مصروفي يقضي. ولازم وانا بعمل مصروفي هقول لكم على تقسيمة حلوة قوي. ايا كان المبلغ اللي انتي بتاخدي مثلا 1000، بتاخدي 2000، 3، 4، اعملي حسابك ان انتي تشيلي مبلغ منه. طب هتشيلي مبلغ قد ايه؟ شيلي تمنه، يعني اقسمي المبلغ اللي انتي بتاخديه ده على 8 وحوشي، او شيلي المبلغ اللي هو التمن ده على جنب. يعني لو 1000 جنيه هتشيلي 125 جنيه من كل 1000 جنيه، المبلغ ده هيبقى اعتبريه مش موجود. طيب لا، التمن كتير، شيلي من كل 100 جنيه، من كل 1000 جنيه 100 جنيه على جنب.
لو يعني ال25 هيفرقوا معاكي شيليهم على جنب، لازم تشيليهم على جنب. انا مزنوقه يا فوزيه وبدي عيالي دروس وكل ده. عايزه اقول لكم ان انا زمان ما كنتش بدي عيالي دروس خالص خالص لحد تالتة اعدادي. لحد تالتة اعدادي عيالي ما خدوش دروس، كنت انا اللي بذاكر لهم في البيت. وما كانش ساعتها اليوتيوب منتشر عليه قوي حكاية المدرسين والكلام ده، انتوا عارفين الحكاية دي ابتدت من 2019، اللي هي يبقى في مدرسين موجودين كتير على النت. تعالي على نفسك شوية واقعدي مع الولاد واسمعي معاهم الدروس، ولو هم مش فاهمين حاجة فيها اشرحيها لهم. كده كده انتي اللي بتقعدي جنب الولاد يكتبوا الواجب، وانتي اللي بتصححي الواجب، وانتي اللي بتراجعي الدروس. لو في بس مادة صعبة عليكي او مادتين ادي العيال فيهم دروس، لكن الدروس الكتير والطلوع والنزول ده بهدل للولاد. كده كده انتي بتنزلي وتروحي وتيجي وتوديهم وتجيبيهم، وفري الوقت ده كله وريحيهم وريحي نفسك واقعدي معاهم ووفري تمن الدروس دي وخليها على جنب. شيليها لهم ينفعوهم في حاجة تانية، ينفعوا البيت في دخلة رمضان، في عيد، في حاجات من دي كتيرة قوي. كل المدرسين على النت بتشرح حلو جدا وبيشرحوا. وهتقولي لي في مدرسين بقوا بيشرحوا بالفلوس، هقولك ماشي. يعني في ناس بتشرح بالفلوس، وفي ناس بتبقى لسه بادية جديد فبتنزل شرحها بالمجان. فانت ادخلي على الناس اللي هي شرحها بالمجان واسمعي منهم واشرحي للولاد. على فكرة الموضوع مش صعب ولا حاجة، ولو ابتديتوا فيه هيكون أحسن للولاد. هيوفر عليهم النزول والبهدلة ومواعيد المدرسين وتحكماتهم، وما تنعيش هم بقى أعمال السنة والكلام من دوت. يعني بصي إن شاء الله يعني اهتمي بيهم، بس الدرجات هتفرق في تالتة إعدادي. كده كده بيتنقلوا. ما تضيقيهاش على الولاد، يعني مش لازم يبقى كله جايب الدرجة النهائية. بيروحوا دروس وبيتعبوا وبيبقوا مش قادرين يركزوا في دروسهم، بيبقوا طالعين من المدرسة نايمين عايزين يرتاحوا، يروحوا على الدرس يقعدوا قدام المدرس يبقوا مش فاهمين حاجة، ويرجعوا تاني انت تشرحي الكلام وتحلي الواجب وتقعدي تذاكري زيك زيهم. اختصري على نفسك ووفري وخديها من قصيرها وشغلي اليوتيوب وذاكري انت معاهم. لو في بس زي ما بقولك مادة او مادتين صعبين عليكي، هما دول اللي تقدري تودي فيهم دروس، لكن مش لازم يبقى في كل الدروس. الفخر مش انك تودي عيالك دروس، فخر كده ان انت اللي تشرحي لعيالك. بجد انا لحد تالتة اعدادي ما كنتش بودي عيالي دروس، كنت انا اللي بذاكر لهم كل المواد. وما شاء الله يعني يا رب كده يحفظهم ويبارك فيهم ويبارك في كل اولادكم ويحفظهم يا رب، اللهم امين. وتبقى سنة سعيدة علينا باذن الله. ما فيش حد يعني، كلهم ان شاء الله يكونوا من الناجحين والمتفوقين. دول بس شوية افكار وشوية حاجات انا قلت لكم عليها. لو في بقى ليكم طلبات، لو عايزيني اعمل لكم ميزانيات بمبالغ معينة، منيوهات، اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله هعمل لكم كل ده في الفيديوهات اللي جايه. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تكوني اشتركتي من الزرار اللي تحت الفيديو وفعلتي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.